اكيد سمعت قبل كده عن الدخل السلبي لمصممين الجرافيك، صح؟ الدخل السلبي من افضل الطرق اللي ممكن تكسب بيها فلوس اونلاين ويبقى ليك مصدر دخل اضافي، سواء فريلانسر او طالب او موظف. وتعريف الباسيف انكم، الدخل السلبي بكل بساطه هو انك هتتعب او هتعمل مجهود لمره واحده في حاجه معينه وهتبيعها اكتر من مره، ممكن كمان ربحها يغطي على شغلك الاساسي، وده بيتم باكتر من طريقه. فكالعاده طبعا هتفضلي دماغك خالص وتحضر مشروبك اللذيذ، ويلا بينا نبدا موضوع الفيديو. اول حاجه بيع المنتجات الرقميه. زي ما قلت لك هتتعب مره واحده في انك تطلع فكره تصميم وتبدا تبيع التصميم ده على مواقع مخصصه للتصاميم دي، زي مثلا موقع ميرش باي امازون او تيزبرينج او ريد بابل. والمواقع دي مشهوره في مجال الطباعه والطلب، يعني من خلال المواقع دي نقدر نضيف التصاميم بتاعتنا على تيشرتات، مجات، ستيكرز، والناس بتدخل تتفرج على التصميمات بتاعتنا. ولو العميل عجبه منتج من اللي عليه التصميم بتاعك بيدخل يشتريه. انت كل اللي عليك او اللي بتعمله بترفع التصميمات بتاعتك على السايت والديزاين اللي بيعجب العميل. يعني مثلا لو عجبه تيشرت عليه التصميم بتاعك بياخد التصميم ده ويطبعه على التيشرت ويبعته للعميل، وانت ليك النسبه بتاعتك. كمان في مواقع كتير جدا وتقريبا كلنا بنستخدمها، زي موقع فريبك وشاتر ستوك، المواقع المخصصه للموك ابس او التمبلت الجاهزه. كل التصميمات اللي بتشوفها على المواقع دي ناس زي وزيك هم اللي بيرفعوها على المواقع دي، ممكن تسجل عليه كبائع وترفع عليه شغلك، سواء موك ابس او تمبلت او سوشيال ميديا ديزاينز او لوجو ديزاينز او حتى الايكونز. ولكن المهم انها تكون من تنفيذك ومن ابداعك انت، ما تكونش موجوده على اي مواقع تانية. كل ما اليوزر او المستخدم بيحمل تصميماتك من على الموقع كل ما بتكون نسبه ربحك اعلى. وفي مواقع تانية كتير هسيبها لكم في الديسكريبشن ممكن تبقوا تشوفوها. تاني طريقه صناعه المحتوى. السوشيال ميديا حاليا من اقوى الوسائل او الطرق اللي تسوق بيها عن منتجك او الخدمه اللي انت بتقدمها، وده بيكون من خلال صناعه المحتوى. وفيه نوعين من المحتوى المفيد لينا كديزاينرز. اول نوع المحتوى التعليمي، بمعنى انت بتعرف تعمل حاجه معينه ومتمكن من شغلك فبتبدا تشرحها سواء في صيغه مقال او بوست او فيديو على يوتيوب مثلا. فبكده انت بتقدم فاليو او قيمه للناس، ومن خلال القيمه اللي بتقدمها دي بتعزز ثقتك عندهم، وكمان بيتفاعلوا معاك وبتبدا تكون قاعده من المتابعين، وده هيفيدك جدا في تسويق خدمتك اللي بتقدمها. النوع الثاني المحتوى الملهم، وده بيتم عن طريق انك بتشرح شغلك او جزء من شغلك بخطوات سريعه، ولكن ما بتشرحش حاجه معينه، بتعرض خطوات شغلك بس، ازاي مثلا بتصمم اللوجو ده، وبتقدم الكونتنت او المحتوى ده في فيديوهات قصيره، شورتس على تيك توك او يوتيوب او ريلز على انستجرام او فيسبوك. والنوع ده تحديدا مدعوم من كل المنصات تقريبا، وبيفيرال وبينتشر بسرعه رهيبه جدا، ولكن هتحتاج انك تستمر فتره وتنزل محتوى بشكل يومي علشان تلاقي مردود كويس من التفاعل والمشاهدات. كمثال قبل كده كنت بنزل فيديوهات بشرح فيها ازاي بصمم لوجو في فيديو مدته دقيقة مثلا. بالمناسبة انا بعمل كده او كنت بعمل كده، لكن مؤخرا ركزت اكتر على اليوتيوب لان الاستفادة هتكون عليه اكبر واكتر. طب انت دلوقتي عملت الخطوات دي وبقى عندك متابعين، ازاي بكسب من الموضوع ده؟ في طرق كتير جدا الصراحة، ولكن اشهرهم السبونسرز اللي هم راعين الفيديوهات اللي بتقدمها عشان عندك جمهور كبير بيتفرج عليك. الشركات بتتفق معاك انك تسوق لها المنتج بتاعها او تعمل ريفيو عندك على القناه. احنا مجالنا تكنولوجي، فالشركه هتبعت لك منتجات خاصه بالتكنولوجي، زي انك تعمل لهم ريفيو لمعدات خاصه بادوات التصوير او ادوات الجرافيك او لابتوب او موبايل. في مواقع بتقدم خدمات معينه لمجال الجرافيك. الطريقه الثالثه وهو انك تعمل كورس خاص بمجالك وتبيعه، وده احيانا بيكون برغبه المتابعين اللي عندك، لما يلاقوا انك فعلا فاهم في مجالك وشرحك كويس فيطلبوا منك انك تعمل لهم كورس. والاونلاين كورسز مش معتمده على المتابعين فقط، في مواقع كتير خاصه بالكورسات زي يوديمي او كورسيرا او سكيل شير، بتابلود عليه الكورس بتاعك والموقع هو اللي بيسوق له، ولكن طبعا الموقع بيكون ليه نسبه. الطريقه الرابعه الربح من الاعلانات اللي بتظهر على فيديوهات اليوتيوب، وحاليا بقى في ارباح كمان على الشورتس. في نهايه الفيديو حابب اقول لك ان هدفي هو انك تزود دخلك جنب شغلك الاساسي. في طرق كتير جدا ممكن تجيب منها دخل، ولكن محتاجه منك شويه مجهود، وكمان في ظل الظروف اللي بنمر بيها وغلاء الاسعار بقى الدخل الثابت مش كفايه انك تكفي احتياجاتك او احتياجات بيتك، فلازم يكون في اي مصدر دخل تاني جنب شغلك الاساسي. الدخل السلبي بيكون لمجالات ووظائف كتير جدا، ولكن كان تركيزي في الفيديو ده على مصممين الجرافيك لانه مجالي اللي بشتغل فيه. وبس كده يا صديقي، حابب اشكرك جدا انك وصلت معايا لنهايه الفيديو، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات او ممكن تشاركنا بيه على جروب فيسبوك او تليجرام، هتلاقيني سايب لك اللينك في الديسكريبشن. وما تنساش طبعا تظبطنا لايكات كتير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر، وسبسكرايب علشان اشوفك الفيديو الجاي. اتمنى يكون الفيديو عجبك. كان معكم كمال وحيد، وسلام.